تقول بلاتي ياك باقي شاد نفس لاني والحمد لله داز الاجتماع فيما يخص داز اجتماع مزيان. دار التقرير الادبي، الانشطه ديال الجمعيه، التقرير الادبي، التقرير المالي، دازت المصادقه عليهم بالاجماع. من وراها هي فاش دار الهيكله ديال الجمعيه تتكون من المجلس الاداري 25 عضو، ومن المكتب وديك ال 25 عضو تنخرجوا من المكتب في 11 عضو. وداز داك الشيء بدون انتخابات توافقي. جميع الاقاليم، كل اقليم عطاتنا لائحه ديالها. اقليم فقيم الصال عطانا 11 عضو، اقليم بني مدال 8 الاعضاء، اقليم خريبكا 2 الاعضاء، واقليم خنيفره عضو واحد، واقليم ازيله 2 اعضاء حسب المساحه وحسب الانتاج وحسب المكثرين. خرجنا منهم 11 ديال ديك 25 خرجنا من 11 ديال المكتب، 5 اقليم فقيم الصالح، 4 اقليم بني ملال، وعضو اقليم ازيله، وعضو اقليم خنيفره، وعضو اقليم خريبكا. هاد الجمعيه هذه تتسهر على جميع القطاع الكل بالجهه اللي هو تكثير البذور. وهذا تكثير البذور على صعيد الجهه تيمثل 31 تقريبا حتى 40% على حسب الانتاج الوطني، على حسب المواسم ديال الخير، ولا كانت شي شتاء ولا كانت شي حاجه تتكون، الا كان الجفاف تتكون نسبه طالعه. وهذه 5 سنوات دابا ولا 6 سنوات حنا طالعين في الجفاف، تنطلبوا الله الرحمه والغيث من عنده، ولكن المكثرين صامدين. وهذه الفلاحه هي استراتيجيه لا غنى عنها، هي من الاولويات ومن الضروريات في البلاد ديالنا. دونك خصنا تنطالبوا بالجهات المتدخله وقطاع على راسهم قطاع وزاره الفلاحه باش يدعموا الشركه الوطنيه لتسويق البذور اللي هي المجمع ديالنا حنا، اللي هي تندفع على السلعه ديالنا. وكيف ما عرفتوا دابا كلشي تزاد، والبير دابا الاغلبيه اللي عنده البير هو اللي تيكمل الانتاج ديالو تكثير البذور، واخا تيكون واحد 3 السقايات 4 السقيات في العام ديال المدار السقوي. ولكن المناطق اللي فيها الابار، كاين المناطق البوريه، كاين المناطق ديال السواقي، الحمد لله المكثر صامد لا في هذا التحول المناخي اللي وقع هاد 5 سنوات. المكثر راه صامد وتيجيب واحد الانتاج وتنتج واحد الماده اللي هي حيويه واستراتيجيه في البلاد.